وأقول لكم بصدق: لقد قررت أن أتنحى تماما عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف فلنتخذ من ذكرى ميلاده بداية جديدة، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هو ده دي سلوك، دي ممارسة. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمية. أهلا وسهلا بكم. ودي كان حال السادة العلماء الأفاضل مع الشيخ الإمام المجدد فضيلة الشيخ السيسي، شيخ المحافل ومفتي المسائل ومعلم الجاهل ومسوي الهوائل. السادة العلماء اللي فاجئوا الجميع النهاردة بتطبيق دينهم الجديد، اللي طبعا ما فيهوش الآية اللي بتقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اسمعوا بس. وطبعا مقاطعتهم للآيات القرآنية بالتسقيف هذا أكبر دليل على أنهم قد بلغوا ذروة العلم والتثقيف، وخصوصا أن كان على رأس الحاضرين فضيلة الإمام المجدد الشيخ المتسامح الشيخ علي جمعة، اضرب في المليان، وفضيلة إمام الطريقة القفوية الشيخ سيد البدوي، وفضيلة الشيخ اليقظ الشيخ عدلي منصور، وفضيلة الشيخ التقي النقي الشيخ اللي قاعد جنب علي جمعة. الفريق عبد الفتاح السيسي ابن سيدنا الحسين، ابن سيدنا الحسين. يعني أي حد عاوز يتظاهر ضده في يوم 25 هيعيش في فوضى، وهيعيش في إرهاب، وهيعيش في نكد، وهتصيبه لعنة آل البيت، وهتصيبه لعنة الآلهة كما أصابت عم الحاج أبو رحاب، زي ما هتشوفوا في الفيديو اللي جاي ده. ادي يا عم عبر السيسي يا عم، يجب ان يحطم هذا الصنم، يجب ان نقتله. شلت يدي، اللعنة ايد عليك، اللعنة ايد عليك، شلت يدي، اللعنة ايد عليك. انها سليمة، انها سليمة. هتحاسب على قتل الآخرين سواء كان في مصر أو بره مصر. يلا يا سيسي اقلع انت الجزمة، محدش هيقلع حالك. أنت سببت في قتل الآخرين، هتحاسب. بعدين يا ريس، هو ينفع حد من الرؤساء ولا المسؤولين يتحاكم؟ طب ما انت عندك مبارك وعندك عز وعندك العدل، كلهم بفضل الله منغنغين دلوقتي، واللي قاعدين في قلب السجون اللي نزلوا ضدهم في التحرير. ليه يا ريس؟ لأنهم إرهابيين، لأنهم اقتحموا السجون، لأنهم كان على رأسهم الإخوان المسلمين اللي انت عارف كويس يا ريس هم عملوا ايه أيام ثورة يناير، لأنك كنت رئيس للمخابرات الحربية وعارف كل كبيرة وكل صغيرة. ومهما تنكر يا ريس الجناين بتاعك حكالي كل حاجة. حكاية يا سيدي هقولها لك عشان يبقى الكل فاهم ان الاخوان الارهابيين دول هربوا من السجون، والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وصرفوا اربجيهات واسلحه جيل، والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وبعدين سيطروا على الحدود بطول 60 كيلو متر، والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وبعدين اسقطوا النظام، والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وبعدين دخلوا مجلس الشعب والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وبعدين دخلوا مجلس الشورى والسيسي رئيس المخابرات كان نايم، وبعدين اخذوا الرئاسه والسيسي رئيس المخابرات كان نايم. ولما قعدوا سنه في الحكم السيسي اتخض بقى وصح من النوم وعرف انهم ارهابيين، عرف انهم ارهابيين واتقلب عليهم بعد ما كان واحد منهم، وقفنا جنبه وأيدناه ودعمناه وعملنا ثورة يونيو. أيوة عملنا ثورة يونيو، عملنا ثورة يونيو وبقينا قد الدنيا، والقشة بقت معدن، والمية ريحتها كالوريا، والحد الأدنى اتطبق، ورخصت الأسعار، وعالجنا فيروس سي بالكفتة والمنبار، مليون وحدة سكنية السيسي بناهم لين، ولا عمره قال معيش ولا هجر أهله في سينا، والنور جبناه من غزة وعملنا له ترشيد طافيينه طول الليل علشان الصبح يقيد، وبلمبة موفرة
ولعنا نور الدار، وقضينا على البطالة بعربيات خضار، والجيش تسليحه اتطور بمصانع المكرون، والجند اللي بيتجند في محطة بيقطع بون. تعيش يا سعادة الريس، وتعيش يا ثورة سونيا، ويعيش أحرار صوارك إلهام وفيفي وسونيا. أنا بسمع أحيانا كده دعوات يقول لك إن إحنا نعمل ثورة جديدة. ليه؟ ليه؟ المبرر يا عالم يا ظلمة، ما تمرش فيكم الضرايب اللي اتلغت، ما تمرش فيكم الملايين اللي بتجيلكم من قناة السويس. لا تنسلوا، لا من فضلكم، ما حدش يقول لي انت بتقول كده ليه. انا بقول كده لان انا هذا الامر انا جيته هنا عشانكم انتوا، من اجلكم وفي سبيلكم، ولن نتعاطى مع ما تريد ولا كده. اذا كان ده اراده المصريين من غير ما تنزلوا، من غير ما تنزلوا. لو الشعب كله عايزني امشي من غير ما تنزلوا، من غير ما تنزلوا. وقال لو نزلت وقلت لي امشي. ان اذا الشعب مش عايزني انا هستقيل من غير اي حاجه. عجبتك الجمله دي يا فندم؟ بس محدش ينزل ومحدش يعمل علشان خاطر البلد ما يتاثرش استقرارها. طبعا الراجل شغال لوحده. محدش ضدك يا سياده الرئيس. الشعب المصري كله بيحبك. اخترناك بملء ارادتنا وعاوزينك تكمل. بقينا في دنيا تانية، التعريض بقى على ودنه. طيب الراجل حضرتك بتتكلم في الكلام ده اصلا ليه؟ ممكن ما يكونش قد المسؤوليه ولا حاجه، فمش عارف هو فكره في ايه يعني. ليه الرئيس بيصارح المصريين النهارده؟ من باب الشو الاعلامي بس مش اكتر يعني. لو في ناس نزلت مظاهرات وقالت السيسي مش عايزينه، هيمشي بالفعل؟ اكيد لا. اللي هيحصل انه مفيش ناس هتتكلم، مفيش حريه للتعبير الان. كل اللي بيتكلم عن الحريه افواه مغلقه بس. اقول له افلح ان صدق. افهم بقى يا عم السيسي. ارحل يعني ايه امشي يلي ما بتفهمش. الشعب عاوز تنغنغه، الشعب عاوز تطلع له اي فنكوش من الفراكيش بتاعك تضحك عليه بكلمتين يا سيسي. انا مش عارف ايه، طلع اي قرار بسرعه يا سيسي، خلي الشعب يحبك. يا سيسي اي فنكوش يا سيسي. جاءت مبادره توفير السلع الغذائيه باسعار مناسبه في الاسواق المصريه. في برنامج الانتخابي على دعم السلع الغذائيه للطبقات الفقيره. وفي توفيق. احنا هنفضل كده، نفضل نبني ونعمر لغايه اخر لحظه. يا ابو سوسو. يعني بقول للحكومه، كل الحكومه، انا عايز معايا حكومه واعيه، حكومه تلعب بالبيضه والحجر. ادوا للناس في الاول علاوه يفرحوا بيها، بعد كده هنرجع منهم اضعافها. زودوا لهم فواتير الكهرباء وفواتير التليفونات وفواتير الغاز. لا ده لسه هيزيد كمان. احنا الحق يتقال شعبنا جميل، يتسرق ويسقف الحقيقه. والى شعب بلادي اقول: انتوا عملتوا ايه؟ اديتوا ايه؟ بذلتوا ازاي؟ الشعب لابد ان يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنه. وكل عام وانتم بخير ومصرنا العزيزه. وكل عام وانتم بخير ومصرنا العزيزه في رفعه واباء. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. روح له.